السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد. والحقيقة ما كناش حابين نعمل فيديو زي ده والله، بس احنا عارفين ان هيجي علينا يوم ونعمله. رحيل علي معلول رسميا بعد ما النادي الاهلي ابلغ اللاعب برحيله رسميا لعدم حاجته الفنية ولعدم وجوده مع الفريق مع المدرب الجديد. طبعا احنا ضد الرحيل وضد القرار، لكن وضد الاسباب كمان. يعني الاسباب حته الحاجه الفنيه والحاجه البدنيه والحاجه الفستقليه دي خالص، دي احنا ضد الكلام ده نهائي، لان الكلام ده ما بيحصلش بره. علي معلول لسه قدامه كتير، قدامه سنتين ثلاثه، وهيقدر يفيدك وهيبقى احسن من اي باك عندك سواء كان يمين، واحسن من اجنحه كتير عندك، ومش هنذكر اسامي. النهارده جايين نتكلم عن ارقام علي معلول. علي معلول مش محتاج حد يتكلم عليه اصلا، بس احنا بنبروز الارقام بتاعته. ازاي الراجل ده ما كانش مجرد لاعب ولا كان مجرد اسطوره، كان عنده شخصيه وكان عنده موهبه وكان عنده استمراريه وكان عنده عقليه كويسه وكان عنده ارقام محترمه جدا. فيها اجنحه كتير جم النادي الاهلي ومشيوا وما حققوهاش. يا ريت لو انتم مشرفيننا عن طريق الفيسبوك تدعمونا باللايك والشير، ولو انتم مشرفيننا عن طريق اليوتيوب تدعمونا بالسبسكرايب واللايك الجميل، ولو انتم مشرفيننا سواء من التيك توك او الانستجرام تدعمونا بالفولو والكومنت الجميل، وتاكد اي حاجه هتعملها هتترد لك اضعاف الاضعاف. يلا بينا نخش على الفيديو بتاعنا. ندخل على اول جزئيه معانا، وجزئيه الارقام اللي هي مش مفضله عندنا نهائي. احنا مش بنعترف بالارقام، ولو ارقام علي معلول ما كانتش زي اللي انا هقولها دي برضو كنا نعترف ان ده افضل باك شمال جه في تاريخ النادي الاهلي. علي معلول لعب 292 مباراه، سجل 53 هدف، وصنع 85 اسيست او 85 تمريره حاسمه. معاه 7 دوري، معاه 4 كاس مصر، معاه 5 سوبر مصري، 4 دوري ابطال افريقيا، 2 سوبر افريقي، و3 برونزيه كاس عالم الانديه. نسيبنا من البطولات، واحد عامل 292 مباراه جايب 53 هدف وصانع 85 اسيست. الارقام بتحكي عن اللاعب. يعني لو واحد ما بيشجعش الاهلي او واحد لسه جديد في تشجيع الاهلي وسمع ان في لاعب اسمه علي معلول هيعتزل، اول ما يسمع الارقام دي هيقول حرام ومليون حرام على الاداره ان هي تمشي لاعب زي ده. اقسم بالله مش هيعتزل اصلا، الكارثه ان هو مش هيعتزل، هيمشي عامه، هيمشي. انا بالنسبه لي والله هو كده ده اعتزال علي معلول. وشوف وتاكد على وشوف مستوى علي معلول لما يروح اي نادي تاني بقى هو متاثر نفسيا. هو عنده واحد لاعب 292 مباراه مع النادي الاهلي. ايه ده؟ ده شاري النادي، ده قاعد في النادي 24 ساعه. 292 مباراه، باك شمال جايب 53 هدف وصانع 85 اسيست. يا راجل اقسم بالله ما في مهاجمين بتيجي بتعمل الرقم ده. فمن الاخر الارقام بتتحدث عن علي معلول، والتاريخ ينصف علي معلول. لو اي حد مشكك في ارقام علي معلول او مشكك في مستوى علي معلول الفتره اللي فاتت، يا ريت يسمع الفيديو ده، يا ريت يسمع الارقام دي. 53 هدف، اقسم بالله ما في مهاجمين، وفي مهاجمين عدوا على تاريخ النادي الاهلي ما بيعملوش نص الرقم ده، وفي صناع العاب اقسم بالله ما بتجيبش ال 85 اسيست دي. ده باك بمواصفات مهاجم، باك بمواصفات جناح، باك بمواصفات صانع العاب. علي معلول اسطوره لن تتكرر. عايزين نتكلم ونقول ليه معلول اسمه اسطوره، او ليه اتلقب باسطوره النادي الاهلي او اسطوره الباك الشمال. كلمه اسطوره مش بتتقال على مجرد لاعب ابن من ابناء النادي، لاعب مثلا 90 سنه في النادي، لاعب قعد مثلا 900 يوم في النادي، تمام، ولا لاعب محقق مثلا 900 بطوله. مش لازم يبقى طالع من الناشئين كمان. في ناس في انديه كتير قوي وعارفين اساميها قاعده زي قلتها ولا بتعمل حاجه. يعني قاعده على الدكه، بتقوم من على الدكه تروح البيت، ترجع البيت على الدكه. يعني هو مكانه الدكه، دوب بياخد بطولات وياخد فلوس في جيبه، ما بيساهمش باي حاجه مع الفريق. لكن علي معلول كلمه اسطوره بتتقال على معلول بسبب الشخصيه. معلول يمتلك شخصيه تشيل فريق. معلول اعتمد عليه وانت مغمض، انزل الملعب لو انت متاخر باهدافين بثلاثه، معلول حط فيه الامل وما تقلقش. يعني حط فيه الامل بعد ربنا سبحانه وتعالى، تمام. يعني ربنا اولا ثم معلول، وبعدين ما تقلقش بقى وانت مغمض، اعرف ان معلول هيعمل لك حاجه. ابني عليه فرقه، ده يبني عليه فرقه، ده خطه كامله اصلا. يعني مارتن لازارتي، هقول اسماء مدربين، المدربين دول معلول كان بالنسبه لهم هو الحياه. مارتن لازارتي، تمام، واحد زي فايلر، واحد زي موسيماني، واحد زي كولر، الاربعه دول. حسام البدري معلول ما كانش تاثيره معاه قوي بسبب ان هو كان بيقعدوا على الدكه كتير وكارتيرون كالعاده. لكن الاربع مدربين اللي سال عليهم دول بالنسبه لهم معلول هو الحياه. خطه معلول كلها كانت بتتبني. اي مدرب قدام اي فريق كان بيلعب النادي الاهلي عايز توقف خطوره النادي الاهلي كان بيحط رقم واحد، امسك معلول هجوميا والعب على الجبهه بتاعته. يعني من كتر ما هو كان بيعشق الهجوم كان المدربين بيلعبوا على جبهته بسبب ان هو طاير، هو باك طاير،
جناح طائر مش باك، هو مش باك، هو جناح طائر. يعني ايه جناح طائر؟ يعني واحد هو مولود جوه ال 18، هو عارف ازاي هيعمل الجون وهيعمله امتى وهيسجل امتى. وخليني اقول لك ارقام تدل ان اللاعب ده كان شخصيه كبيره قوي وشخصيه رهيبه ولاعب وقائد تاريخي او لاعب تاريخي جوه النادي الاهلي. معلول مسجل 9 اهداف حاسمه بعد الدقيقه 90. طب ازاي وده مدافع؟ يعني انا لو جبت عيل صغير او واحد بيشجع جديد او واحد يا اخي عنده 50 سنه بيشجع مثلا اليونايتد وقلت له عندك مدافع في مصر او في افريقيا جايب 9 تجوان بعد الدقيقه 90، هيستغرب. يعني واحد زي راموس هيحط مثلا رأسية في الدقيقه 90 مره، الثانيه الثالثه الرابعه، مش 9 مرات هيسجل اجوان في الدقيقه 90. 9 مرات. هو شارب الانتصار، شارب ما بيعرفش الهزيمه. علي معلول شارب الحرفنه، هو شارب ان هو يسعد فريق كامل، وعارف انت تشيل، عارف يقدر يعمل ايه في الملعب، باك حرفيا عارف كل المتطلبات بتاعته، اما مش ناقصه حاجه. سالم ممتنع. علي معلول سجل في الدقيقه 98 هدف في كاس العالم للانديه اللي فاتت قدام فريق اورارو الياباني في اخر دقيقه. اي نعم كنا متقدمين بهدفين بس الكوره من ضربه حره. ملك الضربات الحره. الجيل الجديد اللي بيقول لك اسامه وعلي ده جامد ضربات حره ما شافوش معلول يا جدعان. ملك الضربات الحره، فسجل قدام اورارو في كاس العالم للانديه، شخصيه كبيره. سجل في الدقيقه 100 في الدقيقه 100 ورجع النادي الاهلي تاني للمباراه في نهائي كاس مصر قدام المصري. لاعب رهيب. سجل في الدقيقه 96 برضو قدام بيراميدز هدف الفوز بكاس مصر. انا بقول لك ارقام فوز بطولات على طول، هو ما عندوش وقت يضيعه. سجل في الدقيقه 97 قدام فاركو في بطوله الدوري. سجل في الدقيقه 92 هدف تامين الفوز ضد الاتحاد السكندري. سجل في الدقيقه 95 قدام انبي. سجل في الدقيقه 97 قدام انبي برضو. الماتش ده سجل فيه هدفين، كنا متاخرين بهدفين. معلول سجل في الدقيقه 90 وسجل في الدقيقه 95 هدف التعادل. مفيش باك بيعمل كده. سجل في الدقيقه 99 قدام غزل المحله. سجل في الدقيقه 95 قدام الانبي، وفي الدقيقه 89 يساريه قدام طلائع الجيش. اللاعب ده لاعب رهيب، لاعب شخصيه، هو ده اللي اتقال عليه اسطوره بجد، شخصيه النادي الاهلي. كلنا عارفين وعاصرنا دوري من اصعب الدوريات اللي عدت على تاريخ النادي الاهلي. مش الدوري ده، لا، دوري 2019، الدوري اللي كانت كل الانديه حرفيا تحس ان هي واقفه ضد الاهلي. كنا في المركز الثامن بسبب افريقيا، بدانا نصعد واحده مره على مره لغايه لما وصلنا المركز الثاني، بدانا نقابل ماتشات صعبه، بدانا نوصل للدقيقه 90 واحنا تعادل. علي معلول كان صاحب الكلمه الاخيره، وكان واحد ولو ما كانش كان اكتر واخطر لاعب وسكواد في النادي الاهلي. علي معلول كان هو حرفيا في التوب بتاعه. علي معلول كان يقدر يخلص لنا في اخر دقيقه في ماتشات كتير قوي، من ضربات حره، من عرضيات، والاوفرات بتاعته على الراس على طول، على راس اي مهاجم بتنزل على راسه على طول. علي معلول قدر ان هو بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم علي معلول قدر ان هو يكسبنا دوري 2019. كان اصعب او من اصعب الدوريات اللي عدت على تاريخ النادي الاهلي. احنا من وجهه نظرنا الدوري السنه دي اصعب دوري عدى على تاريخ النادي الاهلي، وبعده 2019 وبعده 2018 وهكذا. كان في دوريات كتير قوي بتعدي علينا، ما كناش بنقابل لعيبه تخلص لنا، ما كناش احنا كجماهير واثقين في لعيبه او واثقين في لاعب معين ان هو يقدر يخلص لنا. علي معلول قدر يكسر الحته دي ان هو يخلص لنا، وقدر بالفعل ان هو يدينا دوري 2019 كهديه لجماهير النادي الاهلي عشان نفتكروا بيه. وما كناش هنعرف، وما كناش عاملين حساب ان ممكن يجي يوم زي ده ان احنا نودع اسطوره النادي علي معلول. في نهايه الفيديو بنقول ان واحد زي معلول صعب يتكرر، بنقول ان حرام لاعب زي ده يمشي دلوقتي، حرام، بس هي دي سنه الحياه. بنشكر علي معلول على كل دقيقه قدمها النادي الاهلي، بنشكر علي معلول على كل لحظه لعبها بتيشيرت النادي الاهلي. لاعب عظيم، اسطوره مش هتتكرر تاني، محترم كمان ما سمعناش صوته نهائي. عقليه عظيمه، لاعب بنقارنه باساطير زي تريكا، زي عماد، زي بركات. هو اسطوره داخل النادي الاهلي، افضل باك شمال في تاريخ الاهلي، افضل من جilberto وسيد معوض، افضل من اي باك شمال، لان اللاعب ده كان مؤثر وحاسم بكل المقاييس. باذن الله ان شاء الله نحاول، مع ان ده صعب ان احنا نجيب واحد زي علي معلول يلعب في الحته دي تاني، واتمنى الناس او صاحب القرار ان يمشي معلول، اتمنى نشوف هيعمل ايه وهيقدر يعوض معلول ازاي. لان احنا هنمسك لكم على غلطه في المركز ده بالذات. اقسم بالله هنمسك لكم على غلطه. انت كده باك شمال
يملى المكان بتاع علي معلول ده، والله هنمسك لكم على غلطه وكاس العالم للانديه جاي. انت ظلمت اللاعب اللي هيجي بعد معلول، لان كان قدامك تجدد للاعب. شكرا لكل الناس اتفرجت علينا، استنوا مننا فيديوهات كتير الفتره الجايه ان شاء الله. بنحضر لكاس العالم للانديه مع خوسيه ريفيرو النهارده ان شاء الله اول مران، هنتابع معاكم كل التفاصيل ان شاء الله، والراجل ده ازاي يقدر يفيد النادي الاهلي. النادي الاهلي فوق الجميع رقم واحد. رقم واحد. السلام عليكم.